هحاول اصور الفلوج التاني، والفلوج التاني غالبا هيكون عن قيمة الوقت. فعلى ما اظن ان الظروف المحيطة حواليا دلوقتي ان انا مش معايا حد يصورني، مش معايا كاميرا، مش معايا اضاءة، وغالبا مش هعرف اصور كتير وانا في الشارع، ان انا هبقى مكسوف لان انا في الدقي دلوقتي في بيتي. كنت بذاكر في الأوضة دي فبحبها قوي، فغالبا يعني هحاول على قد ما أقدر إن أخلص الفلوج لحد الآخر بكل الظروف اللي هتكون محيطة حواليا، وإن أنا أحاول على قد ما أقدر إن أنا ما أتكسفش. فيلا بينا. في طريقي إن أنا أشرب قهوتي المفضلة، ف غالبا هشرب يعني كورتادو، دي القهوة المفضلة بالنسبة لي، عشان عندي حاجات كتير قوي بخطط لها وخلصت الكتاب بتاعي أخيرا، فاشتغل على الحاجات التانية. بس فيلا بينا. اليوم التاني اللي بحاول اصور فيه فلوج في الشارع عشان امبارح اتكسفت. 2000 years later. اليوم التاني وانا بحاول اصور نفس الفلوج بتاع اليوم التاني عشان انا امبارح اتكسفت، واول امبارح اتكسفت. ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. بس نسيت بس اقول لك ان انا مش لابس نفس اللبس، انا عندي لبس اسود كتير زي امير عيد وكده يعني. لا يا راجل. بس وربنا ييسر ان شاء الله. النهارده هصور الفلوج ان شاء الله. شايف يا ابني كلام الناس اللي بتفهم؟ اول مره ممكن اكون بصور وانا نازل، فده مؤثر يعني ان انا ممكن اكمل الفلوج لحد الاخر. المهم النهارده انا بصور الفلوج وانا في قمه البيك بتاع الخلق. ف الله المستعان. الفكره هنا في ان النهارده عايز اكلمكم عن ما تضيعش وقتك. ما تضيعش وقتك ايا كان ال... خلينا احنا نتمشى نتكلم، مش مستريح بصراحه بتكلم في الاسانسير. لا انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. انا من سكان ميدان المساحه، اتربيت في ميدان المساحة وعشت في ميدان المساحة وراجع لميدان المساحة تاني. أنا بحب ميدان المساحة جدا. أنا من سكان الدقي ومبسوط إن أنا كنت موجود في الكوميونتي ده طول حياتي، ومش هعرف أطلع بره بصراحة. بحب الجلابية دي وبحب العتبة دي وبحب أهل الدقي وبحب المساحة جدا 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 وبحب سكان المساحة جدا جدا جدا. فخلينا أتكلم معاكم شوية عن المنطقة. انا كنت بلعب كوره، معظم الناس اللي بتعامل معاهم هم لعيبه كوره، بيعرفوا يلعبوا كوره قوي. والفكره ان الكوره بتدخلك في كل الكوميونيتيز، تعرف تتكلم بكل الطرق، تعرف تتكلم بالطريقه السو، بتعرف تتكلم بالطريقه الحلوه، بتعرف تتكلم مع ابن الناس قوي، وتعرف تتكلم مع السفير، وتعرف تتكلم مع الوزير، فاهم؟ بتعرف تتكلم مع الناس كلها. فالفكره هنا في ان شوف الموتوسيكل ده ممكن يسرق تليفوني ولا لا، بس طلع بيتزا هات مقاطعة. الفكرة هنا في ان الكورة بتخليك زي ما قلت لك تشوف ناس كتير وتحتك ناس كتير، وده ممكن يكون حاجة كده في الباك اند خلت عندي تطور في شخصيتي فيما يخص البيزنس ديفلوبمنت والبيزنس كونسلتيشنز وبتاع. يبقى عندي نتورك كويسة، ويبقى عندي في نفس الوقت رغم ان انا ما كنتش شخص اجتماعي يعني 100%، قد ما كنت اجتماعي في الكورة، بحب العب كورة، بحب اتفرج على كورة. فالفكرة هنا في ان اعدي الشارع عشان لا يحدث حوادث. الفكره هنا في ان التطور بتاع شخصيتك دايما جاي من الافعال اللي انت بتعملها على مدار يومك. والكوره ساعدتني جدا في ان انا ابقى عارف لحظات الخساره ولحظات المكسب، وفي نفس الوقت ان انت بتلعب كوره في وسط الكوميونتي اللي هو بتاع ميدان المساحه او الدقي كده. بشكل عام الكوره خلتني ابقى بقدر اتعامل زي ما قلت لكم مع كل الناس. في نفس الوقت برضه انت كنا بنلعب كوره في الشارع، ما بنلعبش كوره في ملاعب. ولما بدانا نكبر شويه بدانا نلعب في الملاعب، يعني كان بقى معانا فلوس نلعب في الملاعب وكده، وكان معانا فلوس واحنا صغيرين والله، بس كنا بنحب نلعب في الشارع عشان عددنا كان صغير وقليل. فهو يعني ماكسيمم 3 قدام 3، 4 قدام 4، يوم ما بنتشقلب يعني. بس كده. النهارده هكلمكم عن ما تضيعش وقتك. ما تضيعش وقتك مش بس عدي الشارع، برضه كل ما اجي اقول ما تضيعش وقتك يحصل حاجه. ما تضيعش وقتك. ما تضيعش وقتك على علاقات سامة، ما تضيعش وقتك على مصالح، ما تضيعش وقتك على جمايل، ما تضيعش وقتك على أي حاجة. ما تضيعش وقتك هو راس مالك، وقتك بفلوس. ده هو المكان اللي انا كنت بحب اقعد فيه في ثانويه عامه مع اصدقائي في الميدان. بحب نقعد بالليل او الصبح قوي عشان خاطر بنبقى يعني بتبقى الدنيا فاضيه اكتر يعني.
بس فحاول على قد ما اقدر ان انا ابص للكاميرا وما اتكسفش وارفع الكاميرا شويه عشان الكادر، بس حابب ان انا ابقى ايه، الناس كلها تقعد تبص عليا بس. فالفكره هنا فين، انا ضيعت مثلا 3 ايام عشان خاطر اصور الفلوج. انا ضيعت 3 ايام عشان اعرف اصور الفلوج عشان خاطر انا مكسوف ان انا انزل. قهوتي المفضله بشربها من كاريبو، وده مؤخرا يعني، مش طول حياتي بشرب من كاريبو. ابتديت اغير المكان اللي بقى قاعد فيه عشان الدوشه وعشان خاطر الناس. مش كان في عربيه عطلت قدامي بالظبط يعني. المهم انا قعدت 3 ايام بحاول اصور اليوم التاني من الفلوجز، وقعدت فتره طويله قوي عقبال اصلا ما افكر في ان انا هل هنزل الفلوج ولا لا. الاسبريسو دي فهتلاقي نفسك ما تضيعش وقتك هي على كونسبت، ما تضيعش وقتك يعني، ما تضيعش وقتك ايا كان ايه هو. ما تضيعش وقتك ان انت بتاخد قرار عشان مكسوف، ما تضيعش وقتك علشان انت حاسس ان الاجواء كلها مش مناسبه، ما تضيعش وقتك عشان انت متضايق، ما تضيعش وقتك عشان انت مخنوق، ما تضيعش وقتك علشان اي حاجه. طالما مقتنع ان الحاجه دي هي الحاجه اللي انت ممكن تعملها وتكسب منها فلوس وتكون مبسوط بيها، وممكن حاجه انت بتعملها دي بتعملها عشان انت شايف ان هي صح، فاعملها. ما تضيعش وقتك، ما تضيعش وقتك على ان انت تقعد تجامل في الناس، ما تضيعش وقتك في ان انت تقعد تختار قعده حلوه وخروجه حلوه عن انت تقعد تذاكر او تشتغل. ما تضيعش وقتك على ان انت تعامل الناس بحب وبود زياده عن اللزوم. قلت لكم ان انا النهارده متضايق ومخنوق لان حاسس بخذلان شديد جدا من بعض الكاستمرز ومن بعض اصدقائي يعني. فالفكره ان انت ما تضيعش وقتك. ده الريل اللي انا كان نفسي، او ده الفلوج اللي انا كان نفسي ان انا اتكلم عنه يعني. ما تضيعش وقتك لان مفيش حد يستحق ان انت تضيع وقتك عشانه، ومفيش حد يستحق ان انت تعمل جميله علشانه، ومفيش حد يستحق ان هو ياخد من وقتك علشان انت عندك نو هاو بتاعت حاجه معينه، او علشان انت شاطر في حاجه معينه وهتقدر تعملها له عشان انت صاحبه ولا انت صديقه. مفيش حد يستحق دي. الخير فيه وفي امتي حتى تقوم الساعه، ولكن مش معنى كده ان انت تكون ناصح على قفايا، مش معنى كده ان انت مضطر 100% ان انا اعمل لك الشغلانه 100% من غير ما تديني عليها فلوس. انا مش مضطر ان انا اعمل لك ديسكاونت، انا مش مضطر ان انا اعمل لك خدمتي بدون مقابل، انا مش مضطر ان انا اساعدك او اقول لك على الحاجه اللي موجوده عندي اللي خدت من وقتي وجهدي والاكسبيرينس بتاعتي ومذاكرتي عشان انت صاحبي عشان اجي اعملها لك ببلاش، لان ده مصدر رزق. زي انا لو جيت مثلا، معظم اصدقائي المهندسين هم اللي شاطرين جدا في ده، ما بيضيعوش وقتهم. هو مهندس ودخل الكليه وتعلم هندسه وهيعمل لك شقتك وهياخد منك فلوس وهيقول لك ان هو بياخد منك فلوس عشان ده شغل، دي حياته. فهي دي الفكره. الحاجه التانيه ودي الاهم من كل الحاجات بقى دي، ما تضيعش وقتك في ان انت تاخد قرار. ما تضيعش وقتك في ان انت انا بقالي زي ما قلت لكم 3 ايام بحاول اصور فلوج. ما تصور مش مشكله. في الاول ما اكذبش عليكم، وانا في الشارع وانا وانا دلوقتي قاعد دلوقتي متوتر وحاسس ان انا ما بصورش احسن شكل، بضيع وقتي دايما على ان انا ببقى عايز اطلع حاجه بصوت كويس، عايز اطلع حاجه باضاءه كويسه، عايز اطلع حاجه وخلاص، عايز اطلع حاجه بشكل جميل. بجرب دلوقتي ان انا اطلع الحاجه وخلاص، اطلع حاجه ايا كانت شكلها هيبقى عامل ازاي. ومش معنى كده ان انت محتاج تعمل كل حاجه بيرفكت، ومش معنى كده انت محتاج تعمل حاجه جود انف، بس ان انت تعمل الحاجه ده احسن من ان انت ما تعملهاش خالص. ده الكونسيبت التاني في ما تضيعش وقت. الكونسيبت التالت وهي ان ما تعملش شغلانه من غير ما تتفق على كل شروطك، وما تتكسفش ان انت تطلب فلوس. الكلام ده انا بقوله، ممكن بقوله يعني بقوله لنفسي قبل ما اقوله لكم يعني. لحد دلوقتي ممكن اكون لو في كاستمر دخل سالني دايركت وانا اللي هرد عليه على الكونسلتيشن او على ميعاد ان احنا نتكلم فيه سوا، ممكن اتفق معاه على كل حاجه وهو يكون ساتيسفايد جدا وويلينج تو باي وان هو عايز يدفع فلوس وكده، بس اول ما نتكلم في الحته دي ما نتكلمش فيها. وعلى ما اظن دي مشكلتنا كلنا يعني، كل الفريلانسرز وكل الناس اللي بتقدم سيرفيس، وخصوصا السيرفيس اللي هي ما انت مش محاسب مثلا، فاهم؟ لو انت قاعد على شيت وبتخرج له حاجات وبتخرج له تقارير فقدامها بيدي لك فلوس، او انت مش بتاع ضرايب مثلا، فاهم؟ انت بتظبط الدنيا في الضرايب وخلاص. شغلانتنا قايمه على ان احنا قد ايه انت بتعرف تذاكر، قد ايه انت بتعرف تتعلم، وقد ايه انت بتعرف تخرج الحاجه الصح او الكلمه الصح للكاستمر. دي شغلانتك از بزنس ديفلوبر، دي شغلانتك از ماركتنج استراتيجيست، شغلتك از اي حد بتاع استراتيجي، اي كونتنت كريتور، شغلتك كسكريبت رايتر، شغلتك كماركتنج مانجر. انت دماغك هي راس مالك وهو ده اللي انت بتبيعه. فعلشان كده ما تتكسفش ابدا ابدا ابدا
ان انت تطلب من الكاستمر فلوس، وما تتحايلش على الكاستمر عشان يحول لك فلوس، وما تتحايلش على وما تشكروش ان هو بعد ما اتاخر عليك في ان هو حول لك الفلوس ان هو حول لك الفلوس، ان ده حقك، دي شغلتك. من كام شهر كده في واحد طلب مني خدمه وقلت له هاخد منك رقم اقل بكتير من ده، وقلت له انا حابك وحابب اساعدك فانا مش هاخد منك فلوس. فالراجل مقابل يعني الجهد ده قال لي يا مروان انا ممكن اساعدك في شغلك، ففي سيرفيس معينه يعني هو بيقدمها، فالسيرفيس دي هو قال لي هي الباينج ميثود بتاعتها كذا 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 كذا، والراجل كان 100% بروفيشنال يعني. المهم ان انا السيرفيس اللي هو كان طالبها مني دي طولت بقى، فاهم يعني؟ قعدنا مثلا قعدنا مثلا 3 4 شهور السيرفيس بتجيب سيرفيس بتجيب سيرفيس، يعني عملت فاينانشال بلان وانا مش عايز مش متفقين ان احنا نعمل فاينانشال بلان. اتفقت ان انا اعمل فيزيبيليتي ستدي وانا مش متفق ان انا اعمل فيزيبيليتي ستدي. اتفقت ان انا اعمل الكونتنت واعمل الماركتنج واعمل كل حاجه عشان خاطر اقوم له البيزنس ده. اتفقت ان انا اريز الفند يعني. عملت حاجات كتير قوي. وحصل مشكله كده، والمهم ان هو ايه، لقيته بيطالبني بالفلوس اللي هي بتاعت السيرفيس اللي هو عملها لي. هو الصح ان انا كنت اقول له لا، انا كل حاجه او كل خطوه هخطوها هتبقى باكس واي زد. ولكن ايه اللي حصل هنا؟ انا ضيعت وقت كبير جدا علشان انا مكسوف. ما اقدرش انكر ان انا ممكن اكون استفدت بنتورك واستفدت بعلاقات وكل حاجه، بس انا ضيعت وقت كبير قوي كان ممكن اجيب منه فلوس كتير قوي عشان انا مكسوف. انا لما سافرت مثلا بره مصر، انا رايح هناك وانا مش عارف اي حاجه، ولا عارف السالري بتاعي كام، ولا عارف انا هعمل ايه بالظبط، ولا عارف ايه الخطوات اللي هشتغل عليها من ايه 1 2 3 4. ضيعت 90 يوم من حياتي او 85 يوم من حياتي بحرت في التراب، والكاستمر مش فاهم انا بعمل ايه وشايف ان انا ما بعملش حاجه، وشلت غلطات مش غلطاتي. وفي الاخر ايه اللي حصل؟ في حد قال لي، هفتكر يعني، هو ممكن لو شاف الفيديو ده يفتكر الكلام ده. كنت انا ساعتها في جول جيم، كنت جنرال مانجر وانا عندي 19 سنه. الراجل ده الكلمه اللي قالها دي لحد يومنا هذا انا ممتن ليه بسببها. جول جيم هو النادي الاهلي في الجيمات زي ما قلت لك قبل كده. جالي قال لي كابتن مروان انا مستقيل. وهو كان، انا حابه فعلا في المكان. هو ممكن ما يكونش بيجيب التارجت بتاعه، بس هو كاركتر. انت بتهاير الكاركتر، ما تعملش هايرنج لتالنت يعني. الكاركتر ده لما قال لي ان هو عايز يمشي، انا اتضايقت جدا. فسالته قلت له طب قبل ما تمشي انا عايز بس اعرف، انا ضايقتك في حاجه، زعلتك في حاجه، في حاجه مضايقاك من المكان؟ فقعد يتكلم معايا، فكان اونست جدا معايا، وقال لي جمله هي دي اللي بسببها انا ممتن ليه بيها، وهي ان انا ابني بيعيش عنده سنه واحده بس. ابني بيعيش عنده 8 شهور مره واحده بس. ابني بيعيش عنده سنتين مره واحده بس. انا ليه مضيع حياتي كلها عشان خاطر اشتغل في مكان مثلا في ايمج كويسه؟ انا ليه مضيع حياتي في ان انا بشتغل وظيفتين؟ انا ليه مضيع حياتي في ان انا بروح هنا وهنا وهنا؟ هو ده عائد عليا وعائد على اسرتي بايه؟ انت مجبر ان انت ما تتكسفش ان انت تضيع وقتك، ومجبر ان انت تحط سعرك، مش علشانك انت بس، علشان اهلك وناسك. وعشان لو انت ما عندكش دلوقتي الناس اللي تقدر تعمل علشانهم كده، فانت بتعمل كده علشان قدام تعمل لابنك اللي انت كان نفسك تعيشه. فهي دي الفكره، ان ما تضيعش وقتك. اوعى تتكسف، اوعى تتكسف ان انت ترفض شغلانه او تقول شغلانه لا عشان هي مش مناسبه ليك. اوعى تتكسف ان انت تطلب من عميل عندك فلوس عشان هي ده حقك وهو ده شغلك، وانت اتعلمت كتير عشان خاطر في الاخر تاخد منه فلوس. ما تتكسفش من اي حد ما يتكسف او ما كسفش ان هو يكسفك، فاهم يعني؟ ما تتكسفش من حد هو اصلا مش فارق معاه انت عايش ازاي، بتاكل ازاي، بتشرب ازاي، بتاخد مرتب ازاي، بتصرف، بتدفع ايجارك ازاي. محدش يعني نو ون كيرنج اباوت الحاجه بتاعتك، فاهم؟ فالفكره هنا في ان انا في مثلا 4 5 مشاريع بشتغل فيهم بسبب ان انا اتكسفت اطلب مرتب، مش ان انا خايف اطلب مرتب او ان انا شايف ان انا مش كواليفايد. بالعكس، ده معظمهم بيكون هو اللي طالبني، فانا بتكسف اطلب منه مرتب. بتكسف ان انا فبشتغل معاه بنسبه، وببقى عارف ان انا هبرن كاش، وببقى عارف ان هو مش هيقدر يجيب فلوس دلوقتي، وببقى عارف كل ده، وباخد معاه الريسك واقول له هخش معاك بنسبه. ولكن يعني انا حصلت معايا اول ما بيوصل ويبدا يحقق بروفيت، عارف اللي هو ايه، بياخدك لحم ويرميك عظم. هو ده اللي بيحصل. ما تتكسفش وما تضيعش وقتك. ده الفلوج بتاع النهارده. انا اسف ان هو صغير شويه، بس ده لان انا زي ما قلت لكم مخنوق. بس هحاول على قد ما اقدر ان انا ما ابقاش مخنوق، ان انا
الحمد لله الحمد لله. ممكن اكون في الفتره دي حاسس يعني ان في علاقه حلوه مع ربنا، فانا ممكن برضه دي حاجه من الحاجات المهمه قوي، وهي ان صدقني والله لو انت عندك علاقه مع ربنا بتحاول على قد ما تقدر تكون مسلم فعلا، ما اظنش ان انت ممكن تزعل او تحزن او تتضايق 100%. يعني هو ممكن تتخنق عادي وممكن يعني سيدنا يعقوب قال انما اشكو بثي وحزني الى الله، فعادي ممكن تزعل وممكن تبقى متضايق، ولكن ما تفقدش الثقه ولا تفقد الايمان في ربنا. فانا متضايق بس مش معنى كده ان انا فاقد الثقه، فهشتغل اكتر واكتر عشان اخرج قماش احلى، اخرج برودكت احلى. وشكرا ان انت وصلت لحد هنا، وصلت لحد اخر الفيديو. فطبعا ان هو يكون عجبك ابعته لغيرك واعمل سبسكرايب ويعني لو لايك عادي، يعني لو هو عجبك، لو ما عجبكش عادي مش مشكله. بس سلام.